حكاية قديس وشهيد قصتنا قصة القديس موريس قائد الكتيبة القبطية. عاش في القرن الثالث ميلادي في أيام الملك ديكليديانوس في ثورة ضد الإمبراطورية الرومانية. كانوا طالبين قائد ومعاه جنود علشان يخلي باله من الإمبراطورية هو والجنود بتوعه، وخصوصا لو قامت حرب. وراح ساعتها القديس موريس ومعاه 6600 جندي على الإمبراطورية علشان ياخدوا بالهم ولو في حرب هم يحاربوا. ودوهم بعد كده لسويسرا، وهم في سويسرا قال لهم الامبراطور ان لازم تسجدوا وتبخروا للآلهة، لكن هم كلهم رفضوا، ومعاهم القديس موريس علشان كلهم مسيحيين رفضوا يبخروا يسجدوا للآلهة. لما لقي الامبراطور كده اتغاظ جدا منهم، بعد كده كتب له القديس موريس خطاب يقول له فيه انك انت مش الاول في حياتنا، ربنا هو الهنا هو الاول طبعا في حياتنا، وان زي ما لازم نكون اوفياء لربنا برضو انت المفروض تعرف ان احنا هنكون اوفياء كده كول الامبراطورية عندك. الوقت ده انت المفروض ما تخافش مننا، لكن بالعكس انك انت تكون مبسوط علشان هيبقى عندنا وفاء ان احنا كمان ما نكونوش خاينين للامبراطورية. فبرضو الامبراطور في الوقت ده اتضايق منهم وامر بعذاباتهم، وبعد ما عذبوهم عذابات شديدة جابوهم ووقفوهم كلهم في طابور واحد، وفضل يقتلوا في واحد ويسيبوا واحد علشان خاطر ان برضو في ناس تخاف، وبعد كده اتبخر. لكن برضو كلهم فضلوا واثقين في الههم وان هم مؤمنين بربنا بس، ومرضوش يبخروا ولا يسجدوا للآلهة. امر بعد كده بقطع راسهم كلهم وينالوا اكليل الشهادة. وبركة القديس موريس وكل جنوده تكون معنا، ولربنا المجد الدائم الى الابد امين.